كما شفتوا معنا في الحلقات السابقة كيفية ممارسة رياضة السيرف والمكتسبات اللي خصنا نعرفوهم قبل ما نجدو أول موجة ديالنا، اليوم غادي نهضروا على واحد العنصر أساسي ومهم في هذه الرياضة اللي هو لا بلونش. كيف ما كتعرفوا كاينين بزاف ديال الانواع ديال لي بلونش، ولكن في هذه الحلقه غندويو على لي بلونش الاكثر استعمالا. النوع الاول هو الشورت بورد. هذا النوع من لي بلونش اللي كيمتاز بواحد الطول اللي كيتراوح ما بين متر و50 و2 متر و10، ومن الخصائص ديالو انه خفيف وكيصلح للمواج اللي كيكون متوسط وكبير وغابيد، وكيعاون باش تحرك في مجموعه ديال الاتجاهات. ننتقلوا للنوع الثاني من لي بورد وهو الفيش بورد. هذا النوع من لي بورد اللي كيصلح للناس اللي كيكونوا ثقال وهو ما مزيانش للمواج الكبير، يعني موجه ديال 2 متر لتحت. وهذا النوع من لي بورد فيه لا فيتاس، يعني كيعاون باش شد وتاخذ المواج بسرعه وبسهوله، على غير الشورت بورد اللي كتحتاج باش ترامي بزاف، وكيتراوح الطول ديال هاد لا بلونج ما بين متر 70 ومتر 90. اما فيما يخص النوع الاخر هو اللونغ بورد. هي واحد البلانشه كبيره كتبدا من 2 متر 75 للفوق، كان مسمينها ماليبو، وهي كانت مشهوره في الستينات. تقدر تاخذ بها امواج صغار وموين، العكس ديال الشورت بورد ما مزياناش للمواج الكبار. كيتراوح الطول ديالها ما بين 2 متر 20 و 2 متر 60، وكتعاونك باش تشد موجه قبل من اي واحد، يعني تشدها قبل ما تهرس الموجه وما تقدرش تعذبك في الرماج. وكاين السوفت بورد، هو من لي بلونش اللي شفنا في الحلقه الثالثه من برنامج سيرفي معنا مع جلال بوميه اللي كانت على كيفيه ممارسه رياضه السيرف، وهو من لي بلونش اللي بانوا في السنوات الاخيره، وهما اللي كيبداو به المبتدئين باش يتعلموا يجدوا اول موجه ديالهم. على غرار ذلك كاينين هناك انواع اخرى من لي بلونش كنذكروا منها ميني ماليبو والغان. كيف ما شفتوا معنا فإن البلانشا هي واحد العنصر اساسي ومهم في ممارسه رياضه السيرف، وكاينه واحد النظره خاطئه على ان البورد مكلف. بالعكس انه غير مكلف، والدليل على ذلك انه تقدر تشدو عند جمعيات ولا تكريه ولا تشريه مستعمل. ولاحقا في حلقات مقبله غادي نهضروا على التجهيزات اللي كيحتاجها لو سيرفور باش يمارس هذه الرياضه، فبقوا معنا وان شاء الله الحلقه المقبله.